هل سيعود حكيم زياش إلى تشيلسي بمستوى أقوى بعد فترة الإعارة؟ هذا هو السؤال الذي يثير حالياً فضول عشاق كرة القدم حول العالم. فبعد أن انضم زياش إلى تشيلسي قادماً من أياكس أمستردام بسمعة ممتازة، لم يكن مستواه في النادي اللندني في الموسمين الأخيرين. لكن مع إعارته إلى غلطة سراي التركي، هل سيتمكن زياش من استعادة أفضل أيامه؟ الأمر يبدو واعداً. زياش يحظى بالفرصة للعب بانتظام والمشاركة في مباريات الدوري والبطولات الأوروبية، مما يسهم في تطوير مهاراته واستعادة ثقته. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التجربة في الدوري التركي مناسبة لزياش لزيادة قدرته على التأقلم مع أنماط اللعب المتنوعة والضغوط المختلفة. ومن الممكن أن يكون لهذه التجربة تأثير إيجابي على أدائه في تشيلسي. على الرغم من التحديات التي واجهها في الفترة الأولى مع الفريق الإنجليزي، إلا أن حكيم زياش يظل لاعباً موهوباً بقدرات استثنائية، وقد يعود للتألق مجدداً في صفوف تشيلسي بعد فترة الإعارة إذا تمكن من الاستفادة من الفرص التي ستتاح له في غلطة سراي.